كلمتين بس في السريع كده عايزين نقولهم بالنسبة للنادي الأهلي والزمالك والدوري والهجص اللي بيحصل ده. يعني الراجل اللي اسمه ياسطرب ده يا جماعة، يعني لازم الإدارة تشوف لها حل معاه، ولجنة البطيخ اللي هي في النادي دي لازم تشوف حل وتقعد مع الراجل ده وتفهمه الصح من الغلط إذا كانوا هم أصلا فاهمين. بالنسبة للنقطة التانية، انت خسارة ماتش زد او تعادل ماتش زد ده فتح علينا فتحة ما يعلم بها الا ربنا. بعد ما كان الفرق نقطة بقى الفرق 3 نقط، فانت حلك الوحيد ان انت تكسب الماتشات اللي جاية كلها. النقطة التانية، احنا بس عايزين نعرف مين بيختار صفقات للنادي الاهلي، يعني مين الراجل اللي بيقعد كده هو مجموعته يختاروا الصفقات. هو معلش يا جماعة، هو علاء ميهوب فين؟ علاء ميهوب ده اللي جايب ديانج وجايب ناس كتير قوي، هو علاء ميهوب فين؟ ليه مش موجود في النادي؟ ليه ما بيختارش؟ احنا عايزين نفهم بس الحتة دي، ليه الراجل ده ما بيتمش الاستعانة بيه في اختيار الصفقات؟